كابتن صبري المناوي بيرحب بيه في موقع الاسماعيلي السيسي. اهلا بك. الحمد لله بالسلامه من رحله السودان، وبنهنيك على الاداء والنتيجه لحد ما طيبه، وان شاء الله نعوض في مصر بامر الله. ربنا يخليك. هي النتيجه طيبه مش لحد ما هي طيبه كلنا طبعا بس خادعه. لكن هي طيبه، يعني دي احسن من اي هزيمه اكيد طبعا. انت بيبقى عندك فرص كثيره جدا انك تتعادل وتكسب ان شاء الله بامر الله تعالى، فدي كويسه جدا بامر الله. طبعا انا بشكر اللعيبه جدا على الاداء الرجولي اللي عملوه هناك، وفي ناس كل يحذرونا ويتكلموا كويس جدا على فريق اتحاد العاصمه، بيقول لك الماتش ده هو المقياس الرسمي او الاساسي للنادي الاسماعيلي، وبعدين اتعادل معاهم. يقول لك الفرقه طلعت مش هي. طب ليه ما تقول ان الاسماعيلي دافع كويس وعمل شغل كويس في الناحيه الدفاعيه والتعاون؟ بنتكلم عن اتحاد العاصمه. ما انا بقول لك يعني نفس الكلام مع الفريق بتاع اهلي شندي. هم فرقه جامده جدا، وهم اول الدوري هناك. هم نزلوا بس عشان ما لعبوش الاسبوع ده، والماتش الاخير اللي انا كنت جايبه كسبانين المريخ 1-0، وهم عندهم يعني كفاءات فنيه وبدنيه عاليه جدا. برضو قالوا ان الفرقه كويسه وكله شكر. بعد ما تعادلنا قال لك الفرقه كان لازم تكسب، يعني الاسماعيلي كان لازم يكسب هناك. طماعين تملي يا كابتن. مش قصدي يعني انت من الفرقه تكسب يعني. انت في الشوط الاول مضيع 3-4 فرص، او لاعب على الجول ب3-4 فرص، منهم بيجي جول او 2 جودون وجون من الكور الكثيره اللي اتعملت من كريم مسعد. الشوط الثاني انت عليك بنالتي 100%. هم ليهم بنالتي 50 60% 70%، انما بتاع ابراهيم ده 100% لانه لعب الكوره والولد بالظبط كده. فيعني يعني احنا بنحمد ربنا. يعني الناس مش عارفه ان اللعيبه ليله الماتش ما نامتش. انا كنت اسالك كابتن، الرحله دي يعني الفريق شاف صعوبات كتيره كده يعني جدا ومن قبلها ناصر. يعني انا متخوف جدا من السفر بتاع جونه اللي هو اللي احنا هنسافر دلوقتي ان شاء الله. لان هم رحله مدغشقر اتبهدلنا. يعني 13 ساعه اخر بلاد المسلمين زي ما بنقول. 13 ساعه جاي، وبعدين تركب طياره، وبعدين تقعد شويه وتركب طياره ثانيه. فكان شغل صعب جدا يعني. وجينا يعني جينا على سفر ثاني بتاع الجونه. فبرضه الناس كلها اتكلمت وقالت اهلي شندي كان لازم تكسب، وفرقه لا هم فرقه جامده جدا. فرقه كويسه جدا جدا. هي كسبان الهلال والاتحاد يا كابتن. واللي بيعملوا، وكانت السنه اللي فاتت في دوري المجموعات وصلت لدوري المجموعات في نفس البطوله دي. فهو يعني ما حدش ينتقص من حق اللاعبين ولا جهدهم ولا كفاحهم في الملعب، لان انا اللي بشوف وانا عارف هم بيعملوا ايه. طيب كابتن، الفريق الاسماعيلي يمكن من اكتر الفرق اللي سافر كتير وتعب في رحلاته وحتى ماتشاته الداخليه. زاد الموضوع هم تعب. انا مش عايز اقول زاد الطين، بل ان احنا الاسماعيلي يبقى ماتشه في الغردقه، يعني كانك مسافر برضك دوله. والله يا استاذ ناصر، انت حضرتك شوف المجموعه اللي لعبت في الماتش الاخير جم امبارح اتمرنوا والنهارده مسافرين. بس انا مش هقول غير كده. ما هو لو الماتش في القاهره كانوا اتمرنوا النهارده كمان يعني كنت استفدت. كنا هنسافر بكره. هنسافر بكره على ماتش الخميس بعد التمرين. فالموقف يعني الموقف صعب جدا والله. وانا طبعا برضه عشم كبير جدا في وزاره الداخليه واتحاد الكوره ان هم يتعاونوا ويريحونا ونلعب في القاهره او السويس. الماتش اللي بعد ده يعني نلعب في السويس او في القاهره. اتمنى ذلك من سياده وزير الداخليه وسياده مدير امن القاهره وكده. طب يا كابتن، ليه ما نشدتوش مثلا وزير الشباب والرياضه ان حتى يبقى السفر ده طيران او يتحملوا معانا شويه، لان والله السفر بالاتوبيس مشوار. انا عندي معلومات ان هو سياده الوزير قال للمهندس خالد فاروق ان سافروا طيران على حسابي والفنادق على حسابي. بس طبعا انا بقول لك برضه تاني يعني انت عقبال ما تاخد الفلوس دي هيكون فات شهرين ولا حاجه يعني هو قال سافروا وبعد كده هو يتحمل على حسابنا وبعد كده هو يديها لنا. ما هو ما فيش، لو في كنا سافرنا بيتهيألي. يعني لو في فلوس كان النادي سفرنا. والله احنا كنا هنسافر طيران. الحاج محمد ابو سعود امبارح كان يعني لما انا قلت له خلي بالك الفرقه السنه اللي فاتت سافروا الغردقه بالطياره وخسرنا 4-1
لان الملعب هناك صعب شويه فظيع. وطبعا الجو دلوقتي يا ناصر حر جدا في الغردقه. الماتش الساعه 3:30 يعني من جميع الملعب ما تشوف يا كابتن والهوا، شوف الكره كانت بتروح ازاي. يعني من جميع الوجوه الماتش تعذيب يعني. او السفريه دي تعذيب يعني. يعني من اللي قبل كده ومن الموجود يعني. ف يعني احنا بنلعب كوره، وكره القدم دي هوايه وحاجه جميله للناس يعني، تبقى مبسوطه حاجه يعني حاجه مشبعه لرغبات الناس. كل الناس بتتفرج على كره القدم، فالمفروض ان احنا نلعب كره القدم دي في جو كويس عشان نمثل احسن يعني، عشان يبقى وكله كويس للمنتخب يعني. طيب كابتن، هنتكلم بقى على عوده اللعيبه. الحمد لله احمد علي مهاب النهارده، اتكلمنا على اللعيبه اللي عادت واللعيبه اللي اتصابت واللعيبه اللي حضرتك هتاخدها النهارده، وفي لعيبه مش هتاخدها. محمود عبد العزيز خرج، هو كان اول يوم وصلنا الخرطوم كان عنده برد شديد جدا، وبعدين احنا حطيناه احتياطي لان يعني كانت تكمله عدد وما نزلش، وهو جه اتمرن معانا اول يوم، وبعدين امبارح غاب والنهارده غاب، والدكتور راح للدكتور تعبان تاني. الدكتور قال له تريح اليوم الجمعه تاخد حقن بس. انا ما اعرفش ايه اللي عنده بالظبط يعني، اكيد برد في العظم بقى حاجه كده شديده. طبعا مهاب جه بس مهاب لسه اول يوم امبارح النهارده، ما ينفعش طبعا، لازم يقعد على الاقل اسبوع ولا حاجه. احمد علي منتظم معانا من قبل السفر وكده، فاحمد هيبقى معانا في ال 18 ان شاء الله. سامح خلاص هيدخل ان شاء الله. هو كان معانا في السودان، كان معانا في 18. عبد العزيز مودي برضه. مين؟ احمد عبد العزيز مودي. احمد عبد العزيز مودي لسه جاي، وهو الراجل بيعرض خدماته، بيقول لي انا ممكن يعني، قلت له لا برضه عشان ما نحملش اي لاعب فوق طاقته او يصاب ثاني يعني مره ثانيه. بس احمد الجمل طبعا هو خارج التشكيل. طب النهارده خيري مش ما جاش التمرين؟ احمد خيري في السفاره الالمانيه بياخد تاشيره هو، لان هو بيبقى بيعمل كشف دوري في المانيا عشان ظهره يعني. لا هو بيعمل كشف دوري كل 6 شهور. فهو لازم ياخد التاشيره قبلها مثلا بشهر او كده او شهرين عشان يسافر بقى وقت ما يحدد نفسه. بالظبط كده. طيب النهارده شايفين في التشكيل يا كابتن محمود عبده اول مره يبقى في التشكيل. تمام. هو مجتهد في التدريب. وبعدين كريم مسعد ما شاء الله ماشي كويس، واحنا عايزين نشوف محمود لو في فرصه كويسه ان شاء الله ممكن يلعب شويه، بس يدخل ويشوف الجو وكده يعني، عشان لما يجي يلعب زي شريف رجب يبقى كويس ويدخل في فورمه ان شاء الله، لان هو لعيب كويس جدا. هو احنا عارفين ان هو لعيب كويس، بس احنا ما شفناهوش في الملعب لسه. هي المشكله ان انت مش لاقي فرصه. يعني انا بيكلمني احد اباء اللاعبين بيقول لي شوف فلان ابني يعني. قلت له انا ما بلعبش ماتشات وديه، انا بلعب ماتشات رسمي، والمنافسه في الموضوع الدوري ده صعب جدا يعني. انت ايوه انت ماشي كويس الحمد لله، لكن ممكن الظروف تقف ضدك، تعمل ايه؟ صح، لازم اللعيبه لازم تضمن الاول الموقف وبعدين ربنا يحلها ان شاء الله. احنا شايفين يا كابتن ثلاثي المنتخب ما شاء الله. محمود حمد ادى مباراه كويسه جدا في السودان، شفنا محمود متولي برضك ادى مباراه كويسه، محمد شريف، ودخل عليهم محمد الباعي النهارده. ايوه محمد شريف طبعا هو ما جاش معانا السودان لان كانت والدته تعبانه، الله يشفيها يا رب ان شاء الله. وبعدين هو هيبقى معانا ان شاء الله في ماتش بكره. محمد الباعي طبعا عشان غياب احمد عبد العزيز مودي وكده فلازم يدخل معانا. وبعدين هو الولد مجتهد جدا ما شاء الله عليه، محترم جدا ومجتهد، وان شاء الله ده هيبقى من العناصر الاساسيه السنه الجايه ان شاء الله. احنا والله يا كابتن الاربعه دول يمكن من افضل الناشئين اللي دخلوا مع الفريق الاول. وفي محمد علاء، ومحمد علاء لا صح، انا شايفه اخر الكشف محمد علاء لا ان شاء الله. يعني وفي علاء عاطف وفي شكري نجيب، بس هم في ناس كثيره جدا يعني كويسه ان شاء الله، واحده واحده كده بامر الله تعالى. ان شاء الله يا كابتن، احنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يا رب، توصلوا بالسلامه وتلعبوا ونفوز يا رب في الملعب اللي هناك ده اللي بنحط ايدينا على قلبنا عليه، وان شاء الله تفوزوا منصورين ان شاء الله. ربنا يوفقك يا كابتن ونتمنى لك السعاده. شكرا يا كابتن.